أحلى صينية أجنحة بطريقة جميلة وجديدة وسهلة جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض صينية أجنحة بالبطاطس، بس بجد تحفة، سهلة جدا وفي الأوقات الصعبة بتنفع. يلا بينا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملوا لي لايك والشير وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. أول حاجة أنا جبت الأجنحة وغسلتها كويس جدا جدا وسبتها تصفت، وبعد كده قطعتها بالشكل ده زي ما حضراتكم كده شايفين. قطعت كل جناح اتنين، وطبعا قطعت الحتة اللي ملهاش اي لازمة دي. بصوا قطعتها ازاي. طبعا لازم نغسلها كويس وننقعها في مية وليمون وخل، وبعد كده نشطفها من المحلول ونسيبها تتصفى. انا عملت المرحلة دي. حطيت بقى بعد كده التوابل بتاعتي من كل نوع، نص معلقة صغيرة كمون وكزبرة وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وبهارات، ومعلقة كبيرة صويا صوص، وحطيت كمان معلقة كبيرة دبس رمان، وطبعا الملح بتاعنا، ونص معلقة سكر. بس الملح ما حطيتش نص معلقة، بنحط الملح حسب الرغبة بتاعتنا، يعني كل واحد الملح بتاعه اللي بيحبه، ونظبط الملح أهم حاجة. وعصرت عليها ليمونة، أنا كده بظبط الملح بتاعنا، ونقلبهم برضو مع بعض. يبقى من التوابل كل حاجة نص معلقة ما عدا الملح، بنظبط احنا الملح بتاعنا. وهحط معلقتين كبار زيت، اي زيت بقى، اي نوع زيت، ونقلب برضو كده. بعد كده بقى اروح منزله الجناحات بتاعتنا ونقلبها ونسيبها كده في التتبيله دي نص ساعه او ساعه. لو مستعجلين خلوها نص ساعه على ما تقطعوا البطاطس وكده، لو مش مستعجلين سيبوها ساعه ساعتين، كل ما بتقعد في التتبيله بتكون احلى. وقطعت البطاطس طرنشات، وبعد كده رصيتهم في الصينيه بالشكل ده. طبعا غسله بطاطس ومقطعاها طرنشات كده. وادي الجناحات بتاعتنا. طريقة سهلة جدا، ولا هنحط بقى بصل ولا توم ولا اي حاجة، كلها توابل. وبقيت الصوص بتاع التوابل اللي احنا كنا ناقعين فيه الأجنحة هنرشه كده فوق الوش، ونزوق بقى بأرضين فلفل كده، كام حتة فلفلاية، ونرص كام طماطماية. مش هنعمل اكتر من كده. بصوا سهلة جدا جدا جدا. كل الموضوع ان انتوا نقعتوا الأجنحة، وبعد كده قطعتوا البطاطس. ممكن لو مش حابين تحطوا بطاطس بلاش، ممكن تحطوا في صينية ما بتلزقش الأجنحة بالشكل ده من غير بطاطس. بس عايزين تحطوا بطاطس طبعا بتبقى طعمها جميل جدا. ونحط كام طماطماية كده، وندخلها الفرن ونحطها على الشبكة. هي تلت ساعة وهتلاقوها استوت وبقت زي الفل وجميلة جدا جدا. دخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. وبعد ما خرجت ايه رأيكم بقى؟ والله خدت تلت ساعة بالظبط، وطلعت بالشكل ده والجمال ده، وطعمها بجد تحفة، جنب شوية رز بقى. يا سلام. أكلة جميلة، سهلة، رخيصة، مش مكلفة خالص، ومنقذة في أي وقت. أتمنى بقى أن طريقتي تكون عجبتكم، وأتمنى أن الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم طريقتي وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.